إعداد هذا التقرير أو تقديم هذا التقرير الأدبي في إطار تفعيل المادة 13.2 التي تنص على أن المكتب المديري يجب إعداد مشروع التقرير الأدبي وتقديمه للمصادقة أمام الجمع العام. وبالتالي نيابة عن زملائي نحن اليوم بصدد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية في نسخته الثانية بالنسبة للولاية من 2022 إلى 2026. وقد تمت خلال هذا الجمع العام تلاوة التقريرين المالي والادبي، وبعد مناقشه مستفيضه ديال هاد التقريرين من طرف اعضاء الجمع العام تمت المصادقه عليهما بالاجماع. وهاد التقريرين كانوا يضموا مختلف الأنشطة اللي قامت بها الجامعة للارتقاء بالرياضة المدرسية على المستوى الجهوي الإقليمي الوطني أو الدولي، واللي شكلت الأنشطة ديالو من غير البطولات الوطنية اللي كانت فيها المبدأ الأساسي هو العدالة المجالية، واللي من خلالها 12 أكاديمية جهوية نظمت على الأقل بطولة وطنية. وكان عندنا مبدأ المساواة بين الجنسين اللي اشتغلنا عليه من خلال الأنشطة، جميع الأنشطة كانت موجهة للجنسين على حد سواء، وهناك بعض الأنشطة اللي كانت مختلطة بحال كرة السلة والكرة الطائرة إلى ذلك. وكاين عندنا بطولات دولية اللي تمت يا إما المشاركة فيهم أو تم تنظيمهم بأرض الوطن، على غرار بطولة إفريقيا في رياضة كرة السلة 3-3 وكرة الطائرة، وكذلك بطولة العالم لكرة القدم اللي نظمتها مدينة الرباط في الصيف ديال 2023، واللي لقات استحسان جميع المشاركين. وكذلك المشاركة ديال الفرق الوطنية المدرسية في البطولة الدولية لكرة القدم بالمغرب، وكذلك الجيمنازيات بدولة البرازيل، بالإضافة إلى كرة القدم ببعض المحطات الإفريقية، واللي المنتخب النسوي ديالنا حصل على الرتبة الأولى دائما في هذه البطولات هذه. إذا من غير هذا الشيء هذا كاين عندنا تربصات تكوينات ديال السادة الأساتذة في مختلف الرياضات، بالإضافة إلى بعض المسائل اللي هي بحال المنحة اللي الدرس ديال التميز الأبطال المتمرسين، وكاين المسألة اللي كتتعلق بالمستشارين التقنيين اللي تم التجديد ديالهم، بالإضافة إلى أنشطة أخرى. إذا الفترة المسائية غادي تكون المحاولة ديال مناقشة البرنامج السنوي ديال الجامعة والميزانية المرصوده لمختلف الأنشطة والمصادقة عليها إن شاء الله.